ما هو بالعقل. انت ازاي هتحل مشكله في الكمبيوتر وانت نفسك مش عارف الكمبيوتر بيشتغل ازاي؟ تعالى دلوقتي في 5 دقايق وعلى السبوره نتكلم عن ازاي الكمبيوتر بيشتغل وازاي المكونات بتكلم بعضها. لو افترضنا دلوقتي ان انت عندك ضيوف، الضيوف دول جم البيت عندك وقعدوا يطولوا، مامتك قررت ان هي تعمل لهم الغداء. مامتك دلوقتي موجوده فين؟ موجوده في المطبخ. لو افترضنا ان دي الام مثلا هنا كده، ودي الحله والصينيه والمعلقه طيب مامتك علشان تقدر تطبخ الاكل ده مش محتاجه الاكل نفسه، محتاجه الطماطم مثلا، محتاجه البطاطس، محتاجه الفراخ عشان تعرف تطبخ، صح كده؟ طيب الحاجات دي كلها مع مين؟ مع باباك. تعال نفترض مثلا ان هو دلوقتي طالع على السلم ومعاه الكياس اللي فيها كل الاكل بتاعه. وباباك فين؟ باباك اهو. باباك راجل حركته بطيئه شويه، اكيد مش نفس السرعه بتاعتك انت كشاب او كطفل صغير. فساعتها بقى انت بتعمل ايه علشان تقدر تساعد مامتك في ان هي تطبخ الاكل وتقدمه للضيوف بشكل سريع؟ هتعمل ايه؟ هتاخد انت الاكل او الكياس دي من باباك وتجري عشان توديها لمامتك، فانت هتكون في الحته اللي في النص دي. وعشان انت سريع ولكن برضو قوتك مش اقوى حاجه، فانت يا دوبك هتاخد الاكل على قدك اللي تعرف تشيله، الاوزان او الاحجام اللي تعرف تشيلها هتخليها معاك، وبعد كده تجري توديها لمامتك فين؟ في المطبخ. مامتك تطبخ الاكل، وبعد العمليه دي كلها الاكل يطلع على ترابيزه الضيوف ويبتدي ياكلوا بكل بساطه. المثال ده بيوضح جهاز الكمبيوتر بتاعك بيشتغل ازاي. تخيل. طيب ازاي؟ باباك اللي معاه الاكل، قصدي بقى دلوقتي الهارد بتاعك، سواء كان هارد او اس اس دي، ده اللي مساحته كبيره قوي، ده الراجل الكبير القوي اللي بيشيل احمال، او قصدي بقى بيشيل داتا وافلام واغاني والعاب وبرامج باحجام كبيره جدا. فممكن تلاقي الهارد مثلا ممكن يوصل معاك لواحد تيرا او 512 جيجا، ودي احنا كلنا عندنا هاردات من الهاردات دي. او ممكن تلاقي هارد تاني مثلا 2 تيرا. بس في الاول وفي الاخر هو عنده مساحه الداتا المهمه والعاليه والكبيره قوي دي، ولكنه بطيء جدا، مش هيقدر يوصل المعلومات اللي عنده دي بسرعه كتيره جدا. فهنا بقى بتيجي وظيفه مين حضرتك؟ اللي هو في الحاله بتاعت الكمبيوتر الرامات. والرامات هي عباره عن ذاكره تخزين مؤقته، عامله كده بالظبط زي الهارد، ولكنها ذاكره صغيره خالص. يعني لو احنا تخيلنا مع بعض ان الهارد ممكن مساحته توصل 512 جيجا، 1 تيرا، 2 تيرا، الرامات زي ما انت عارف ممكن توصل مثلا، ممكن تبقى 8 جيجا، ممكن تبقى 16 جيجا. شايف فرق المساحه؟ هنا بنتكلم في 512 جيجا، 1 تيرا. هنا 8 جيجا، 16 جيجا. طيب ايه اهميه الرامات؟ ان هي سريعه جدا في نقل الداتا من باباك او الهارد بتاعك اللي فيه الداتا بتاعته اللي هو راجل بطيء خالص، وبعد كده بقى هتوديها لمامتك اللي موجوده فين؟ في المطبخ. طيب مامتك دي بقى بالنسبه لجهاز الكمبيوتر عباره عن ايه؟ هي دي السي بي يو او المعالج بتاعك. طب ايه وظيفه المعالج الاصليه؟ انه بيعمل طبيخ او بيعمل بروسيسنج او بيعمل تحليل وتركيب وترتيب للداتا وبيظبطها لك عشان تقدر تشغل الابلكيشن مثلا، او تقدر تفتح ملف الاكسل، او تقدر تفتح الصوره، او تقدر تشغل الفيلم او الاغنيه وهكذا. هي دي السي بي يو او هي دي المعالج. وعلى فكره هي دي اهم شخص في العمليه، لان هي من غيرها مفيش اكل هيطلع، مفيش حد هيعرف يطبخ الاكله، مفيش حد هيعرف يعمل بروسيسنج للداتا عشان تقدر بعد كده بقى تطلع بشكل حلو ولذيذ يقدروا الضيوف ياكلوا بكل بساطه. فساعتها بكل بساطه بعد ما مامتك تخلص الطبيخ بتاعها هتطلع صينيه الاكل تديها لحضرتك تاني، وانت عشان سريع هتاخدها تقوم موديها قدام الضيوف. اكله جميله مفيش احلى ولا اجمل منها. دي ببساطه اهميه او وظيفه كل واحد من مكونات الكمبيوتر بتوعنا، وده ببساطه ازاي الكمبيوتر بتاعنا بيشتغل. طبعا الموضوع اعقد من كده وفي مكونات اكتر من كده بكتير قوي، ولكن دول اهم 3 مكونات موجودين. طبعا ده جزء بسيط خالص من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في دبلومه هيلب ديسك، دبلومه كامله فيديوهات مسجله على الموقع اتعلمنا من الصفر. الدبلومه بتتكلم عن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات سايبر سيكيورتي وكمان اشهر المشاكل اللي هتقابلك كل يوم. وبنغطي كل الاجزاء العمليه والنظريه اللي موجوده في كورس الاي بلس وكورس الان بلس وكمان الاس بلس، وكمان بقى اشهر المشاكل، ودي الخبره اللي هتشوفها كل يوم وانت شايفها. لو محتاج تعرف تفاصيل اكتر ابعت لي على الواتساب على الرقم ده وابعت لك كل التفاصيل. لحد هنا وكفايه. سلام.